السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو بنتكلم عن الضرب. ناس كتير وأولياء أمور فاكرة إنه الضرب هو الحل مع أولادنا. يا جماعة أنا عايزة أقول لكم على مفاجأة. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا بناخده لينا قدوة عمره ما مد إيده على الحسن والحسين، عمره ما استخدم الضرب ولا علمنا كلمة الضرب غير ازاي نضرب البهايم والحمير او اي حاجة هنستخدمها كوسائل مواصلات او حاجة هتساعدنا في الشغل كنوع من انواع التأديب. طب يا فدوى ازاي بتقولي كده؟ ما سيدنا ايوب قال ان هو هيضرب مراته اول ما هيخف. واول ما خف ربنا قال له ايه؟ قال له هات 100 عصا من الشجر الصغير الناعم قوي وعمل لها كده على ايديها كده، يعني حاجة صغيرة جدا. اوكي، ده عشان ايه؟ يعلمنا ان الضرب ده مجرد الاول لازم ان انا ابدا بالوعظ، ما امشيش الوعظ ابدا بالهجر، ان انا ابعد البني ادم شويه عني، ابين له ان انا متضايق، لكن مش اضرب على طول وهو ده اللي يكون الحل المثالي للموضوع. طيب يا فدوى، طب والضرب؟ ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا انه الاولاد اول ما يتموا 7 سنين يتعلموا الصلاه، ماشي، واول ما يبقوا 10 نضربهم. نضربهم دي يا جماعه يعني اذيه؟ يعني ازرق له جسمه؟ يعني نمسك الشماعه والحزام؟ واصل انا مسكت شوكه وحرقتها على النار ومسكتها حرقت بيها بنتي؟ ايه يا جماعه اللي احنا وصلنا له ده؟ هو التربيه بالعافيه؟ لو انت وصلتي او حضرتك وصلت لهذه المنطقة مع ولادك، يأسفني ان اقول انه الخطأ عندك انت، يأسفني ان اقول انه الخطأ عندك انت. مفيش قوة في الشخصية، مفيش الكريدت الرصيد اللي انت سايبه بينك وبين اولادك انهم يحترموك فيخافوا على زعلك. لكن الضرب مش هو الحل. الضرب عندنا في الدين مش هو الضرب المبرح ولا هو الضرب المؤذي. ممكن يكون الضرب بانه تأديب. يعني ايه؟ يلا يا مامي. poking بنسميه بالانجلش، tapping. وما ينفعش اروح ضارب جامد كده واروح زائق كده واروح خابط على الدماغ. انتوا متخيلين الضرب بيأثر قد ايه في اولادنا نفسيا وجسديا؟ انتوا عارفين انه في اولاد كتير بتيجي تقول لي يا مس انا عايزه انتقم من بابا وماما. انتقم؟ انت عندك كام سنه يا حبيبتي عشان تقولي لي تنتقمي؟ انتقام؟ وصلتوا الاولاد انهم عايزين ينتقموا منكم؟ يا الله، يا الله، ده تقصير منكم انتوا في التربيه. طب اصل انا ما بعرفش اتفاهم معاهم، ما انا قلت مره واتنين وتلاته ومفيش فايده، فاستخدم اسلوب الضرب. فهو ده يبقى الكوميونيكيشن، وهو ده التواصل بيني وبين ابني. ان انت ما تفهمش حاجه يبقى هتتضرب فيمكن تفهم؟ لا انا اسفه، ده في مشكله عندك او مشكله عندك كأب او كأم ان انتوا مش قادرين تفهموا الولد او البنت التربيه بطريقه صحيحه. طب احنا قلنا مره واتنين وتلاته وما بيسمعوش الكلام. لازم الطفل يفهم ان كل فعل ليه رد فعل. every action has a reaction. لكن مش اعاقب. كلمة العقاب دي بتولد العند. كلمة العقاب دي ايه يعني؟ مش مشكلة، ايه يعني؟ خليني اتعاقب النهارده وبعد كده خلاص هعمل اللي انا نفسي فيه. يا سيدي ما جاتش على ضربة، هنتضرب النهارده وهتتعدى. في عواقب للأمر، سيربرايز، مفاجأة احنا مش عارفينها. ليه؟ عشان انت عملت فعل فيا ويلي من اللي انا هيحصل فيا ايه، الله اعلم، معرفش بابا هيعمل فيا ايه. احنا كان زمان بالنظرة، نظرة لو ماما بصت لنا كده نبقى مرعوبين. الأب والأم كان بس بالنظرة نبقى مرعوبين منها. يا الله، ده تقصير منكم انتوا في التربية. طب أصل أنا ما بعرفش أتفاهم معاهم، ما أنا قلت مرة واتنين وتلاتة ومفيش فايدة، فاستخدم أسلوب الضرب. فهو ده يبقى الكوميونيكيشن، وهو ده التواصل بيني وبين ابني. ان انت ما تفهمش حاجة يبقى هتتضرب فيمكن تفهم؟
لا انا اسفه، ده في مشكله عندك او مشكله عندك كأب او كأم ان انتم مش قادرين تفهموا الولد او البنت التربيه بطريقه صحيحه. طب احنا قلنا مره واثنين وثلاثه وما بيسمعوش الكلام. لازم الطفل يفهم ان كل فعل ليه رد فعل. Every action has a reaction. لكن مش أعاقب. كلمة العقاب دي بتولد العند. كلمة العقاب دي ايه يعني؟ مش مشكلة، ايه يعني؟ خليني اتعاقب النهارده وبعد كده خلاص هعمل اللي انا نفسي فيه. يا سيدي ما جاتش على ضربة، هنتضرب النهارده وهتتعدى. في عواقب للأمر، سيربرايز، مفاجأة احنا مش عارفينها. ليه؟ عشان انت عملت فعل فيا ويلي من اللي انا هيحصل فيا. ايه؟ الله اعلم، معرفش بابا هيعمل فيا ايه. احنا كان زمان بالنظرة، نظرة لو ماما بصت لنا كده نبقى مرعوبين. الأب والأم كان بس بالنظرة نبقى مرعوبين منها. لكن احنا دلوقتي نقعد نتكلم ونقعد نعمل هي دي التربية يا جماعة. ارجع واقول لكم تاني، كلكم مقصرين جدا في التربية. التربية مهمة جدا، مش عيب ان انا اتعلم. محدش قال ولا الشباشب ولا الحزمة ولا الشماعات. انا بسمع كلام والله العظيم ام بتقول لي اتعصبت على بنتي وكنت واقفه على النار، رحت ماسكه المعلقه سخنه على النار لسعت بيها بنتي عشان تتعلم الادب. انت كده بجد ربيتيها؟ انت كده بجد شايفه ان انت علمتيها الادب ولا اذيتيها جسديا ونفسيا؟ طب اقول لكم على مفاجاه، البنت والولد اللي يتربوا على الضرب في بيت ابوهم وامهم هيوافقوا انهم يتضربوا من اجوازهم في يوم